اهلا وسهلا. واحنا ماشيين في حياتنا احيانا كتير قوي بيحصل موقف او بيحصل حاجة بتوقف الدنيا كلها، بتوقف الخطط والاهداف، بتوقف الخطوات بتاعتنا، سواء كبيرة سواء صغيرة، بتوقف الطموحات والآمال، وبتوقف كل حاجة، بتوقف. يعني بتخلينا احنا يعني نعمل باوز، او الحياة وقفت هنا وبنتنقل لحتة تانية خالص. حتة احنا اولا احنا مش عاملين حسابها، حتة احنا مش عايزينها، يعني او ما نتمناش ان احنا ما نكون موجودين فيها، او حاجة خارج تفكيرنا اصلا، او يعني مش في الحسبان. مثلا زي فقد حد، او ان انا مضطريه ان انا انقل مكان شغلي، او انقل مكان سكني، او انقل، او حد جديد دخل عيلتنا او دخل حياتنا، فمضطرين ان احنا نتعامل مع الموقف بحيث ان احنا نبقى مرتاحين. ف الحاجات ديت، او الموقف اللي بيحصل ده، او حتى ان احنا سيبنا شغل، آم، آم، الموقف ده بيخلينا كده احنا واقفين مكاننا ستاك كده، او ان احنا بنغرس في المكان اللي احنا فيه، مش بنقدر نتحرك، مش بنقدر نحرك خطوة قدام، او مش بنقدر نحرك خطوة ورا. احنا مش عارفين نعمل ايه، زي ما تقولوا كده تهنا، ودماغنا وقفت من التفكير. طيب احنا ممكن نعمل ايه بقى في الحتة ديت او الموقف ده؟ سبحان الله، احنا في شريعتنا في الاسلام بيقولك استخير في الخطوات اللي انت تعملها. تستخير علشان تشوف ايه الخطوة الصح، او ايه القرار الصح اللي انت تعمله او اللي انت تاخده، علشان تقدر تتخطى الحتة ديت. احيانا ممكن تستخير على الحاجة وعكسها، وسبحان الله هما الاتنين ما يتيسروش، ويحصل حاجة تالتة خالص. فاحنا سبحان الله، احنا الحمد لله ان احنا عندنا حاجة، او صلاة الاستخارة، علشان نشوف فين الخير، ربنا يهدينا للخير ويسره لينا، وهو فعلا اللي بيبقى الخير فعلا في الوقت ده. طيب احنا نعمل ايه بقى كمان مع الاستخارة؟ احنا نتوكل على الله ونلتزم بقى الدعاء، وطبعا الاستخارة زي ما انا كنت قلت من شوية. وبعدين ما فيهاش حاجة لو وقفت الحياة حبة بسيطة كده صغننة، علشان نعرف احنا بعد شوية هنعمل ايه. انا مش هقدر برضو ان انا اكمل على خطواتي او اهدافي، او الخطوات اللي هتوصلني الاهداف. الخطوات ديت مش متاح اصلا ان هي تتعمل دلوقتي، او هي مش موجودة دلوقتي، يعني ولا عندي وقت ولا عندي جهد ولا عندي امكانيات، ودماغي شغالة في حاجة تانية خالص دلوقتي. فيبقى احنا دلوقتي اتس اوكي ان احنا نوقف حياتنا حبة بسيطة، عقبال ما نشوف ايه القرار الصح اللي انا محتاج اعمله في الوقت ده، علشان حياتي تبقى احسن. وبعدين اللي ربنا بقى حطني فيه دلوقتي، يبقى هو ده المكان اللي انا هستخدم فيه دلوقتي، هو ده الوقت اللي انا محتاج منه حاجة، وهو محتاج مني حاجة. مش عايزة اقول ان احنا نرضى، لان المفترض ان احنا راضيين، بس خلي خطواتنا، او نعدل خطواتنا ونعدل اهدافنا وطموحاتنا في الوضع الحالي الجديد. ناخد بريك ونفصل ونقعد نكتب كل اللي في دماغنا. نكتب انا لو انا فضلت زي ما انا خلاص المفروض كاتب. انا لو اتحطيت لو كملت في الخط ده، انا ممكن اعمل ايه وازاي وامتى، وايه اللي هيساعدني ومين اللي هيساعدني، علشان اقدر اوصل لخطواتي او لاهدافي اللي انا اصلا كنت حاططها، واحط اهداف للموقف الجديد اللي انا اتحطيت فيه، علشان اقدر انفذ فيه اللي ربنا مقدر ان المكان ده او الوقت ده محتاجني فيه ازاي. انا عارفة احيانا ان هو بيبقى موقف صعب شوية، علشان بيتوه الدماغ كده،
والمشاعر بتبقى متلخبطه، وليه يا ربي وانا ما كنتش عايز كده، او انا ما كنتش عايزه كده، ما كنتش حابه ان انا اتحط في الموقف ده. ولكن احنا ماشيين باقدار الله، فخلينا نمشي فعلا باقدار الله وراضين بيها، ونتعامل معاها على الاساس ده، ان ربنا هيكون بيقدر لنا الخير. فاكيد اكيد ان اللي احنا فيه او الموقف اللي احنا فيه دلوقتي هو احسن حاجة لينا حالا، فنعتمد على دي. وان شاء الله ان شاء الله ربنا يقدر الخير لينا كلنا. اتفقنا؟ سلام.